اول حاجه احنا بس مش عايزين اي مطالب اللي هي اوفر، يعني احنا بس عايزين المواطن الغلبان تنزل له السلع بتاعته مش اكتر، السلع اللي هي في متناول المواطن الغلبان، يعني مثلا زي السكر والزيت والسمن والعدس، اقل حاجه العدس اللي هو ده ينزل، بس الاسعار دي. الفراخ يعني مثلا المواطن الغلبان مش هيعرف يجيب لحمه بس ممكن يجيب فراخ، فحتى على الاقل الفراخ ما تبقاش مثلا ايه غاليه، ننزل شويه، ننزل حبه كده من ده ومن ده. الفراخ السنه دي، الفراخ الايام دي قبل رمضان سمعنا اسعار غريبه، البانيه بقى ب 230 بدل ما كان 160، فده كده معلي السعر. فالمواطن الفقير، المواطن الفقير كده مش هيعرف يجيب الحاجات اللي هي في متناول ايده. فاحنا بنطالب السيد الوزير والوزاره الجديده بان هي تبقى مثلا ايه، نوصل لها ان هي تنزل للمواطن، تحس بالمواطن الغلبان مش اكتر بس. وان شاء الله احنا طلبنا، احنا انتخبنا على نواب مجلس الشعب عشان خاطر هم يعملوا كده ويلبوا طلباتنا ورغبات الشعب ورغبات المواطن الفقير. فلازم برضو ايه، لازم نبقى عندنا احساس مثلا بالمواطن الفقير. واحنا مش متطلباتنا اكتر من كده، احنا متطلباتنا حاجات في المتناول، اللي هي في المتناول مش اكتر بس. وشكرا، السلام عليكم. الاسم اللي قلت الاسم الاسم المواطن سيف محمد سيد.